إلى مكان الثوار، وانتقل الثوار إلى مكان العقيد القذافي، بمعنى أنه أصبح العقيد القذافي الآن متحررا بالكامل من كل التزامات السلطة. أنا في تقديري هذه خطوة ذكية من جانبه. يعني الآن لم يعد القذافي مسؤولا عن دفع رواتب لربما عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الموظفين في الدولة، لم يعد مسؤولا عن الطعام، لم يعد مسؤولا عن الغذاء، لم يعد مسؤولا عن المستشفيات، لم يعد مسؤولا عن الطرق. يعني العقيد القذافي أصبح في حل من الدولة ومن أعبائها، وقذف بهذا العبء الكبير على الثوار أو على المعارضة التي أخذت مكانه. النقطة الأخرى، العقيد القذافي يجلس حاليا على جبل من النقد من العملات الصعبة والكاش ماني، يعني عنده مليارات استطاع أن يخفيها تحت أين يخفيها؟ أين يخفيها؟ ما حقول لك أين يخفيها، لماذا؟ بالسر بعدين. فعمليا هو يجلس حاليا على، يعني طبعا مخفيها أكيد، ربما في سرت، ربما في سبها، ربما في أنفاق طرابلس أو نفق من أنفاق طرابلس، يعلم الله. لكن هذا الرجل مثل العجائز يتصرف بطريقة غير عادية، وهو أنا أختلف مع الكثير من المحللين الذين يصفونه بالجنون. يعني لو كان هذا الرجل مجنونا فنحن بذلك نسيء إلى الشعب الليبي. يعني هذا الشعب الليبي العظيم الطيب المضياف الكريم لا يمكن أن يقبل بشخص مجنون يحكمه لمدة 42 عاما. فهو يعني عنده من الدهاء ومن الحنكة بما يستطيع يمكنه من استخدام هذه الأموال بطريقة أو بأخرى. النقطة الثالثة، هذا الرجل يعني أقام حكما من الإرهاب والتخويف ويعني الرعب بالنسبة للليبيين، وكان على علاقة كاملة بكل منظمات العنف والإرهاب في العالم. يعني استطاع أن يصفي معارضيه بطريقة بشعة في لندن، في أثينا، في طرابلس، في بنغازي. يعني كان يطارد المعارضين في أي مكان في العالم، حتى أنه بعد أن يغادروا مثلا قصة الزميل محمد رمضان، وعندما غادر المسجد في لندن كان هناك من ينتظر ليقتله. حتى سمعنا أنه كان يريد تفجير سفارات عربية في تونس من الذين وقفوا ضد نظامه. هذا الرجل يعني مليء بالحقد وبالكراهية لخصومه. الآن هو يريد هدم المعبد على رأسه ورأس الآخرين إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فيعني ومن الواضح جدا من لهجته. فلذلك أقول أنه أخطر الآن، بمعنى أن لا يحتاج إلى جيوش. والنقطة الأخرى أيضا الناتو، يعني من أطاح بالزعيم القذافي بشكل حقيقي هو حلف الناتو والغارات الجوية. 20,000 غارة جوية شنها حلف الناتو على ليبيا، يعني دمرت كل قدراته العسكرية وارهبته نفسيا. طب لكن الثوار لهم دور، لا أنا لا أنكر دورهم، بس أقول أن الدور الحاسم كان بالدرجة الأولى اللي هي سلاح الجو والغارات الجوية والأباتشي هيليكوبترز. هذه هي اللي زعزعت نظام الزعيم الليبي. يعني هل ستستمر في البحث عن هذه القوات؟ ما معنى كلام مسؤولي حلف شمال الأطلسي أو دول التحالف عندما يقولون إن العمل مستمر؟ نعم، يعني اليوم كشفت صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية بأن بريطانيا أرسلت وحدات خاصة SAS، وهي يعني أكثر الوحدات نخبوية في بريطانيا، والآن موجودة في طرابلس وتشارك في عملية البحث لاقتناص واصطياد وقتل العقيد المعمر القذافي إذا استطاعوا أن يجدوه. فرغم أنه حلف الناتو ينفي، والمتحدثة باسم حلف الناتو لم تقل الحقيقة عندما قالت نحن لا نستهدف القذافي شخصيا. هذا غير صحيح على الإطلاق. شنوا عدة غارات على يعني اللي هي قاعدة العزيزية، شنوا عدة غارات على منازل لمدنيين اعتقادا أنه موجود هناك بهدف قتله. لكن العمليات مستمرة، وأنا لا أعرف شخصيا لماذا تستمر هذه العمليات. الرجل لم يعد عنده أهداف، لم يعد عنده مدرعات، لم تعد عنده قوات. يعني أعتقد طبعا أنه يبحثوا عنه، هذا أمر. لكن أستاذ عادل نقطة صغيرة بس. تفضل. يعني نعم، يعني أنا ما فاجأني حقيقة، أنا أشوف والله يعني شعرت بغصة عندما وقف السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي، وهو رجل فاضل ورجل نظيف اليد ونظيف اليسان، عندما وقف وقال بأن هناك جائزة 1,700,000 دولار لمن يقتل العقيد معمر القذافي، وكل من يقتله هو معفي من المطاردة القانونية. يا أستاذ مصطفى عبد الجليل، أنت وزير عدل، أنت وزير عدل،
ويجب أن تتمسك بالعدل وبالعدالة، يجب عليك أن تطبق القانون وحكم القانون، يجب أن لا تبرر جريمة قتل خارج القانون، طالب باعتقاله وحفظ كرامته ومحاكمته وإعدامه بعد ذلك، بس لكن في إطار القانون، لا تعطي رخصة بالقتل ضد أي إنسان حتى لو كان مجرما. يعني علينا أن نأخذ درسا من الثورة المصرية. يحاكم حسني مبارك ويهيئ له الدفاع وهو مجرم وقاتل ويديه ملطخة بالدماء. يجب نريد ليبيا الجديدة أن تكون ليبيا العدالة والقانون والمساواة وحكم القانون، the rule of law. هذا ما نريده. يعني أتمنى أن نتخلى عن نزعة الانتقام وأن نؤسس لمجتمعات حديثة تكون أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة من الأنظمة المستبدة. في تقديري هو كان يعرف بأن يعني نظامه ساقط، وكان يعرف بأنه لن يستطيع مقاومة تقدم الثوار وقصف الناتو لمواقعه لباب العزيزية أيضا. فلذلك قرر الانسحاب بشكل تكتيكي والتخلص من الدولة وأعباء الدولة والتخلص من الرواتب والتخلص من الأمن مثل ما قلت والتخلص من الغذاء، وخاصة أن خطوط إمداده كلها انقطعت بعد احتلال الزاوية وبعد احتلال يعني مدن الساحل الشاطئ الغربي وبعد احتلال أيضا غريان اللي هي عاصمة جبل نفوسة أو الجبال الغرب. فعمليا هو أدرك بأنه نظامه انتهى، نظامه انهار، لن يستطيع أن يصمد على الإطلاق أمام هذه الأذرع التي تطرق بابه بقوة وتريد رأسه ورأس نظامه، فقرر أن ينسحب. ولذلك عندما دخلت القوات أو دخل قوات المعارضة، دخل الثوار إلى قاعدة العزيزية، لم يجدوه ولم يجدوا أي أثر لأسرته. هذا دليل أنه انسحب قبل فترة. وربما مثل ما قلت أنه خروج سيف الإسلام إلى الصحفيين ثم الذهاب بسيارة إلى بوابة العزيزية وإلى ثكرة العزيزية ربما كان للإيحاء بأن العقيد القذافي وأسرته ووزراءه وقادته الأمنيين ما زالوا يتواجدون في هذه الثكنة. وهذه خدعة كبيرة جدا للأسف انطلت على مطارديه. فهذه الحقيقة، يعني هذه الحرب خدع، وأنا أقول لك بأنه يعني خدعهم جميعا. وعندما دخلوا بوابة العزيزية لم يجدوا شيء على الإطلاق. ربما بعض الناس قاوموا لكن يعني كانت مقاومتهم بلا أي فائدة. لكن أيضا بمناسبة حقوق الإنسان، اليوم وكالة أنباء رويتر قالت بأنهم شاف مراسل رويتر جثث كانت مقيدة لأنصار القذافي وقد أطلق عليها النار في رأسها، يعني اغتيلت وهي مقيدة. وأيضا جثث كانت في سيارة الإسعاف وقد قتلت وهي في إعدامات. يعني أتمنى أن لا تحدث هذه الأشياء. هؤلاء أسرى حرب، يعني حتى الحرب لهم معاملة مختلفة.